ها نتوما شو كي جات قرمشه ومع هاد لاصوص كتجي يا سلام. سمعتوا معايا القرميشه؟ السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. واليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفه ديال الميرلون بطريقه اللي تجي زوينه بزاف، تحماقوا على بعدا الوليدات الصغار، تجي بحال لي نوغات. هانتوما الميرلون انا قطعتها هكا باش تجي دايره بحال نوغات. هاد الوصفه هادي هي الميرلون باني. غادي ندير عليه واحد عصره ديال الحامض، غادي نزيدو مليحه غير شويه حيت غندير الملحه حتى في الدقيق، وغادي نزيد عليه شويه ديال البزار. اذا هنا عندي واحد 4 المعالق كبار ديال الدقيق فورس عادي. غادي نزيد ليه شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، وشويه ديال الثومه بودر. غير كنسمو واحد شويه باش يعطينا واحد البنه في الميرلون. دابا ندوزو نقادو البيض، غنزيد فيه حتى شويه د المليحه، دابا غادي ندوزو نقادو لا شابلور. درت هنا واحد 5 معالق كبار. اذا اول حاجه كناخذ قطعه ديال الميرلون، كندوزها في الدقيق نفضها، كنعاودو نحطوها في البيض. غنجيب فرشاه احسن. فوالا وكنحطوها في لاشابلور. تنزلوا بشي طبيصيل باش في الاخر نقليوهم. كنديرهم في الدقيق. اذا بالنسبه لي ما تيبغيهمش في مقليين في الزيت يقدر يديرهم في الفران، حتى هما كيجيو مزيانين. وما تنساوش تخليو لي لايك. بالنسبه لي مازال ما مشتركينش اشتركوا في القناه، واي حاجه بغيتو تسولوني عليها خليوها لي في التعليق. صافي كنستمر على هذه الطريقه هذه حتى كنسالي كلشي، عاد ندوز للقلي. وهادو هما القطع ديال الميرلون ديالي من بعد ما قديتهم في الدقيق والبيض ولا شابلور. دابا غادي ندوز باش نقليهم، وبقاو معايا باش تشوفوا معايا واحد الصلصه اللي كنرافقها معاهم كتجي رائعه. دابا راني خليت الزيت سخن واحد شويه، ما خصكمش تسخنوه بزاف بحال تقليو بطاطا، يكون يسخن غير واحد شويه باش ما تحرقلناش لا شابلور ويتحمروا على خاطرهم. كنبقاو كنقلبوا فيهم حتى كياخذوا داك اللون الذهبي، عاد كنحيدوهم. الاحسن العافيه ما تكونش مجهده بزاف، تكون متوسطه باش ياخذوا اللون ديالهم على خضرهم. بلي هذه بركه عليها غتحيدها. شتي بان جديد. ودابا غادي ندوز نعطيكم وصفه ديال واحد لاصوص اللي كتجي خطيره مع الميرلون بهذه الطريقه اللي وريتكم دابا. كنحتاجوا فيها المايونيز، نحتاج واحد 2 معالق كبار، الخل، الحامض،
قزبر ومعدنوس مقطعين رقاق بزاف، بصيله من الاحسن تكون حمراء، انا ما عنديش حمراء درت البيضه، تكون حتى هي مقطعه رقيقه بزاف، كورنيشون مقطع رقيق ومليحه والبزار وزيت الزيتون. هنايا المايونيز تقريبا 2 معالق كبار عامرين مزيان. دابا غادي ندوز نعصر عليه واحد شويه ديال الحامض، واحد قطيره الخل، زيت الزيتون، غندير واحد شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه، غنزيد الكورنيشون، بصيله والقزبر ومعدنوس. كنخلطوا المكونات مزيان، وصافي. ها هي لاصوص ديالنا واجده، راه كتجي رائعه، جربوها على حسابي. هانتوما شوف كي جات مقرمشه، ومع هاد لاصوص كتجي يا سلام. سمعتوا معايا القرميشه؟ فريمون طوب، ضروري ما تجربوا هاد الوصفه، راه كتجي مبدله على الوصفات الاخرين اللي بالميرلو، وكتجي لذيذه وفي نفس الوقت سهله، وحتى الوليدات غادي يحماقوا عليها. كنتمنى تكون عجبتكم الوصفه، ما تنساوش تخليو لي لايك واشتركوا في القناه، واللي بغى يسول على اي حاجه اولا اللي بغيتو خليوه لي في كومونتير.